على بالي طولت عليكم. اني بصح جبت لكم واحد لاغوسيت شابه تاع خبز الدار. شوفوا كيجي مفخفخ الله الله ويجي خفيف، ومقادير اقتصاديه موجوده في كل بيت. دوك نقول لكم على الوصفه بعد ما نصلوا ونسلموا على رسول الله. نحطوا هنايا 3 كيسان سميد. عندي سميد رطب من النوعيه الجيده، عندي سميد شباب هذا المره. درت فيه في البول تاعي هنايا 3 كيسان، ونزيد معاها كاس فرينه. نخلط هنا الفرينه باش يجي الخبز تاعنا خفيف، يجيك تقولي مسكوتشو، تكذبي لا هذا خبز الدار. نزيدو مغرف كبيره خميره فوريه، نزيدو مغرف ونص سكر عادي. اللي تبغي حلو بزاف تتحكم هي في السكر، تزيدي 3 مغارف 4 مغارف انتي حره. هنا زدت مغرفه صغيره ملح معمره مليح، ودرت مغرف تاع زريعه البسباس والسانوج والبسباس، وهنا زدت بياض بيضه، والصفار نخليه بجهه باش ندهنو به الخبز تاعنا من الفوق. هنايا درت انا 2 مغارف لحظه حليب الغبره. اللي ما عندهاش حليب الغبره تستغنى عليه وتلم الكسره. هذا السميد تلموه بالماء بالحليب، انا راح نلموه بالماء دافي. كي درت الحليب الغبره دوك نلم السميد هذا ولا الفرينه، المقادير هذو نلمهم بالماء دافي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد، يعني في العبر. 2 كيسان مليح نعمرهم نديرهم على ضربه، ونبقى نلم في هذا المقادير، نخلط كاع المقادير جيدا مع بعض باش تتلايم لي وتولي لي عجينه وحده. كما قلت لكم خواتاتي، هذا خبز الدار يجي خفيف ويجي بنين. نبغوه حنا بزاف في شهر رمضان الكريم، يعني يتحضر مقاديره بسيطه وماوش زعما صعيب، بالخفت وجديه. هنا نلمو العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا. تلايمت لي انا في الاول نسيت الزيت، هذا وين تفكرت قبل ما نكمل قاع نلم العجينه تاعي زدت ربع كاس زيت. هي من الاحسن ديروه في الاول، ولا نسيتيه نورمال كيما انايا زدتو دروك ما فيها والو، غير بالعقل. وندخلو في ديك العجينه مليح. نكمل هذاك الربع كاس تاع الزيت كامل، ونلم عجينتي راني نلم فيها خواتاتي حتى تولي لي كتله وحده كما راكم تشوفوا. هذا الخبز هنايا درتو في صينيه في الطول تاعها القياس تاعها 30 سنتيمتر على 40 سنتيمتر. اللي تبغي ديرو يجي هابط شويه دير سنيوه كبيره على هكا. انا درتو في العبر، ما هو طالع ما هو هابط. شوفوا هنا كي تلايمت لي ديك العجينه ولات كتله وحده، نغطيها بكيس بلاستيك ونخليها حتى 20 دقيقه. شوفوا كي طلعت لي هنايا تضاعف الحجم تاعها. دروك نديغازوها، نهبطوا لها الخمور ونستعمل شويه ما. هنايا انا نقول لكم بالتقريب شحال زدت ربع كاس تاع ما، يعني راني نزيدو غير بشويه ما نزيدوش ضربه واحده. كاين اللي السميد تاعها يشرب، كاين اللي ما يشربش. انا بقيت نزيد غير بشويه وندخل فيه حتى شت العجينه تاعي الترخات ولات كيما العجينه تاع السفنج. خبز الدار باش يجيك خفيف لازم العجينه هذه شويه تطلقيها تجي مطلوقه، تجريها شويه كما راكم تشوفوا خواتاتي. هذاك الربع الكاس تاع الماء نزيد فيه غير بشويه وندبز وندخل فيه غير بالعقل. هذه العجينه ما نديروها لا بالميكسر لا والو، غير بيدينا وتجي مفخفخه الله الله. وشوفوا حتى دلك ما دلكناهاش، يعني حاجه خفيفه برك دبستها دخلت لها الهواء كما راكم تشوفوا، خبطتها كيما العجينه تاع السفنج. ونزيد ثاني دروك نخليها تريح. شوفوا كي ولات معايا هنايا الله يبارك، ولا الشكل تاعها زادت بياضت ولات على شكل يعني مطاطيه. زدت غطيتها هنايا ونخليها ثاني واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه. كي نشوفها طلعت هذه العمليه تهنينا مدلك ما تدلكي لا والو، تخليها تطلع
كي شغل دلكتيها. هنايا كي طلعت لي قلت لكم بعد 20 دقيقة حتى ربع ساعة 20 دقيقة تطلع كيما هكا. ديري في يديك شوية زيت ولا ماء، تجيبي البلاط تاعك هذاك اللي قلت لك القياس تاعو 30 على 40، ديري له شوية زيت تدهنيه مليح، غبريه بشوية فرينة وحطي العجينة تاعك. شوفوا كي جات العجينة تاعي الله يبارك، قلت لكم لا تيكستور تاعها كيما العجينة تاع السفنج. نحطوها في ديك الصينية وباستعمال شوية زيت ولا الماء كيما تبغي نتيا. مشي قاع ديك العجينة ايطاليها مليح على السطح تاع الصينية، ديريها يعني على نفس المستوى بتجي كيف كيف كيما راكم تشوفوا. انا خبزتها قاع في الصينيه ودهنتها بداك صفار البيض، زدت له 2 مغارف حليب. نطلو كامل الوجه تاع الصينيه باش يجينا اللون تاع الخبز، عفوا بيجينا خبز الدار هذا يجي شباب ويجي اللون تاعو احمر الله الله. ونجيبو شويه جلجلان اللي تبغي نتي. انا عندي الجلجلان بغيت ندير الجلجلان، ديري كيما تبغي الزرارع اللي بغيتيهم، السانوج بزريحه الكتان، وديريه يطيب في فرن يعني معتدل، ديريه 200 درجه. خبز الدار ما يطيبش على نار قويه، يطيب يعني نار معتدله من التحت. كي تشوفي الجوانب حمارو طفي من التحت وديري من الفوق، شعلي النار من الفوق ويطيب كيما راكم تشوفوا. هنايا انا ما خليتوش برد وقسمته معاكم. شوفوا يجي مفخفخ، يجي تقولي يجي هايل كيما قلت لكم. سيوه وجربوه ان شاء الله في هذا رمضان، يعني وصفة سهلة طول الراحة. برك العجينة لازم تريح بتجيكم شابة، يجيكم الخبز تاعكم شباب. شوفوا كي جا تقولي مسكوتشو. وصفة ناجحة ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. ما تنسوناش برك بالجام